جسد المرأة كله عورة إلا الوجه والكفان، فيجب على المرأة ستر جسدها بلباس ساتر وفضفاض غير مزركش أو مزين بزينة، ويشرع لها الانتقاب من غير إيجاب ذلك عليها، لأن السلف رضوان الله عليهم لم يوجبوا ستر الوجه والكفين، ولم يخصصوا لذلك بابا في كتب الفقه. بل تكلم الإمام الشافعي عن لبس المرأة في الصلاة فلم يلزمها بستر الوجه والكفين. وكره مالك رحمه الله النقاب للمرأة في الصلاة. وقضى الإمام الطبري أيضا بأن ستر الوجه والكفين ليس بواجب، ولذلك فإننا نسلك مسلكهم، ولا قول عندنا من فقهاء السلف بخلاف ما قالوه. أما أمر ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين بتغطية الوجه وكشف عين واحدة، فإن القائلين بتغطية الوجه اليوم قد خالفوا الأثر عن ابن عباس، لأن النقاب الذي ترتديه عامة النساء اليوم يظهر العينين معا وليس عينا واحدة كما في الأثر. ثم إنه لم يحد في الأثر ولا في غيره حد لما يجب إخفاؤه حول العين، فالمرأة إذا سترت بالجلباب نصف وجهها ظهر مع عينها بعض خدها وبعض وجهها، وهذا أيضا مخالف لوجوب ستر الوجه على فرض وجوبه. أما لو قيل وجب ستر الوجه كله إلا عين واحدة ليس معها وجه ولا خذ ولا حاجب ولا شيء من بشرة الوجه، فهذا لا يتأتى بالنقاب فضلا عن الجلباب، وإنما أمرت الآية بالجلباب ولم تأمر بالنقاب، ولا أمر بذلك واحد من السلف رحمة الله عليهم. وكذلك لم تأمر بالقفازين، ولا بلغنا أن أحدا من السلف أمر بهما. والمرأة إذا ذهبت لبعض حاجتها لابد لها من إخراج كفها للبيع والشراء وغير ذلك، وهذا لا يعني بأن النقاب والقفازين بدعة، بل هما سنة ورد بذكرهما الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي التفريق بين الحجاب والخمار والجلباب والنقاب. أما الجلباب فإنه يستر البدن كله من فوق الرأس إلى أسفل من القدم مع بعض الوجه، فيمكن للمرأة لبسه فوق الخمار أو الاستغناء به عن الخمار إذا كانت لا تخشى انكشافه عنها بريح أو غير ذلك. وهو واجب على المرأة المسلمة عند خروجها من البيت في دار الإسلام خاصة للعلة التي ذكرها الله تعالى، أي ليعرفن أنهن من الحرائر ولسن من الإماء، فلا يطمع فيهن الفساق والمنافقون ولا يتعرضون لهن بالأذى. أما الواجب على المرأة المسلمة أمام الأجنبي إذا دخل بيت أهلها فهو الخمار الذي يستر الرأس والعنق والصدر، وتلبس المرأة تحته قميصا ساترا، أو إذا كان الخمار أطول من ذلك لبست تحته الإزار، والإزار هو الذي يستر أسفل البدن من فوق السرة إلى القدمين، وهو ما يسمى الآن التنورة الطويلة. وفيما يخص الحجاب فإنه ستر كامل لا يظهر عينا ولا كفا ولا غير ذلك، وهو الواجب في حق أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وله حالان: أن يكون معلقا بباب البيت في شكل ستار، فمن سأل المرأة في بيتها متاعا سألها من وراء هذا الحجاب، أو يكون ملبوسا حين خروجهن من بيوتهن
والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد.